اليوم وللأسف الشديد بعض الشباب وبعض المنتسبين إلى الخير تجد اهتمامه بالأناشيد وبالشيلات وبالشعر أكثر من اهتمامه وسماعه لكتاب الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى فإنه يذم، وقد يكون وقع في الحرام بحسب ما يستمع له. لأن اليوم، وهذا يكثر السؤال عنه، ما رأيك بالشيلات؟ هو شعر ينشد ويقترن أحيانا بماذا؟ إما إيقاعات وإما خلفيات صوتية تشبه صوت الآلات الموسيقية، فيتحايل بعض الناس على هذا ويقول هذه شيلات، هي شعر ملحن. فنقول انظر ماذا يصحبها من الخلفيات التي لا تختلف عن ماذا؟ عن الطبول وعن المزامير وعن كونها أديت بمؤثرات بشرية أو مؤثرات كمبيوتر وغير ذلك، هذا لا يعنينا في شيء. العبرة بماذا عند العلماء؟ بالألفاظ أم بالمعاني؟ العبرة بالمعاني. وما تؤديه هذه الشيلات وغيرها من الوسائل الآن التي غلب الالتهاء بها، والأثر الذي تحدثه نفس الأثر الذي تحدثه الأغاني، فينهى عنها بجامع ماذا؟ أن العلة واحدة. حكم استماع الشيلات التي تكون أحيانا بدون موسيقى. والله يا شيخ أحمد، هذه كثرت وعمت وطمت وأصبحت بلية، وهي من المشاكل المهمة، وهو أن الناس يظنون أن الغنى إنما هو بآلة معروفة قد صممت لذلك، والغنى هو الطرب، وهذا سواء صار خروجه بآلة موسيقية أم صار بضربات كمبيوترية أو صار ذلك بفم الإنسان إذا كان مثل الآلة. الإيقاعات إذا كانت نتيجتها صوت موسيقي فإن لها حكم الموسيقى، نسميها فليسموها ما شاءوا. إذا كانت النتيجة مثل الموسيقى ستأخذ حكمها، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات. وفقكم الله. هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالشيلات، استحلها بعض الناس بحجة أنه ليس فيها معازف، وأصبح بعض من يسمى بالدعاة يحضر هذه الشيلات ويروج لها بحضوره. يقول: ما التوجيه في هذا؟ هذا منكر. الشيلات أغاني. وش هي الشيلات؟ الشيلات من الأغاني، بل ربما تكون أشد الأغاني تأثيرا وطربا فيجب ترك هذه الشيلات والنهي عنها والابتعاد عنها وعمن يقيمونها. نعم. ولا عبرة بمن يفتي. من هو الذي أفتاهم؟ أفتى دار الإفتاء، أفتت بهذا. العلماء المعتبرون أفتوا بهذا. ما هو كل من أفتى يؤخذ بفتواه. نعم.